السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نقدم لكم على قناة أخبار مصر 9 بتوقيت العياط. الرجل يطعن زوجته بابنها ابنهم للشكو في وجود علاقة بينهم. شاب تم عقد ربع لتر معاناة مع مرض النفسي حرمته من حياته. زوجته سعيدة لم يهنها بفلذة كبيرة منذ قاومت للدينية قبل 15 سنة. انفصل من الشغل انفصل من الشغل في الشخصية يجعل منه شخصية أخرى، فجاءت قبل فترة ليس بالقصيرة. اتخذت المحيطون بمحمد سين قرارا. طبعا أخوي أخبر زوجتي أمانة باحتمال أدعاها مصحة للعلاج النفسي لما في استعداد لكلام ليقتها بعد ما حدث. ومشردا وقع اختيارهم على مستشفى الدكتور جمال ماضي أبو العزايم الأمراض النفسية. رب الأسرة خضع في البداية العلاج مكثف دون مغادرة أبوابها قبل أن يغادر مع شرط انتظام في تناول العملات، تناول العلاج والمتابعة الدورية مع طبيب المعالج. وبكده نكون قدمنا لكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.